مساء الفل على اغلى الغاليين. النهارده يا باشا هنعمل احلى لحمه ضاني بالملوخيه هتشوفها في حياتك. تمام، اول حاجه يا باشا هتجيب لي حلتين ميه، حله صغيره وحله كبيره. تمام، هنسخنهم ونغلي الميه دي. وبعد كده يا باشا هنيجي في الحله الصغيره ونحط اللحمه الضاني. طبعا حد فيكم فنان هيسالني ليه يا عم حلتين ما نسلق في حله واحده؟ اقول لكم لا، جورج جايب لكم النهارده حته دين طريقه هتريحكم خالص من حوار السلق ده. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ان اكتر حاجه صعبه جدا في السلق هي ايه؟ هي الريمه اللي بتطلع على وش اللحمه، واللي كل شويه لازم نشيلها، صح ولا ايه؟ اقول لك مظبوط يا باشا. اقول لك دلوقتي هنشوف التركه. بس في الاول هنخش على الحله الكبيره، هنحط فيها شويه ورق لورا وشويه محترمين، وبصلايه متوسطه الحجم، مش لازم يعني تكون بصلايه كبيره، وثلاث ضروس حبهان بالظبط والعدد. تمام يا باشا زي العسل. تمام، بعد ما نحط الكلام ده كله هنعمل ايه؟ رحنا الحلة الجميلة ادي اهو، سيبناها تغلي غلوة واحدة بس، غلوة واحدة بس، يعني في حدود ربع ساعة بالكتير خالص على النار في الحلة الصغيرة. هنلاقي كل الريمة بتاعت اللحمة طلعت خالص والزفارة بتاعت اللحمة. هنحط اللحمة في مصفى. تمام، وبعد كده يا باشا كل اللي هنعمله ايه؟ تمام، انا عارف الناس هتيجي تتكلم دلوقتي، لكن اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنغسل اللحمة من الريمة دي. عارف ان انتوا هتشكوا في الموضوع ده في الاول وهتقولوا لا ازاي ومش عارف ايه، لكن لا تقلقوا لا تقلقوا، انا عارف انا بعمل إيه كويس، وما تقلقوش خالص من الخطوه دي. بس يا باشا نخش بعد كده هنحط اللحمه دي على الحله على النار. تمام، في الحله الكبيره طبعا اللي حطينا فيها المطيبات بتاعتنا، وطبعا كل واحد يحط المطيبات اللي هو عايزها. بس ابعدوا عن الفلفل الاسود عشان خاطر نعرف نظبط المقادير بتاعته كويس. امين امين يا شباب، يلا بينا. بعد ما نحط اللحمه الجميله جدا 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 بتاعتنا على النار، هنا بقى غلت لمده ساعه تقريبا. تمام، اللي هي يا باشا ما دام غلت لمده ساعه هي بتاخد حوالي ساعه ونص على النار. فهنحط نص معلقة فلفل اسود على معلقة ونص ملح. وبعد كده يا باشا بكل بساطة ايه، هنستنى عليهم نص ساعة كمان. وبعد كده هنلاقيها ان شاء الله ان شاء الله استوت. يعني انتوا كل شوية شوفوها شوفوها جربوها مش عارف ايه، وهتشوفوا يا باشا اذا كانت استوت ولا لا. هنا بقى كانت اللحمة استوت معايا خالص، وادي اهو الدسم بتاعها. طبعا انتوا شايفين دلوقتي انا ضفت الشوربة. بذمتكم يا جماعة حد شاف نظافة شوربة كده قبل كده؟ والموضوع اصلا ما خدش مننا لا وقفنا على النار ولا شلنا ريمة ولا الكلام ده كله. هي بالظبط ربع ساعة هنعمل اول خطوة وهنرتاح خالص في سلق اللحم. وبعد كده هنجيب اللحمة زي ما هي كده هنحطها في صينية. تمام، احنا يعني كنا ناويين نقلل الدهون شوية، ده غير كان اللحمة الضاني نفسها مليانة دهون زي ما انتوا عارفين. فاحنا كل اللي عملناه ان احنا الصينية حطينا فيها اللحمة ودخلناها الفرن. نيجي بقى يا باشا الملوخية بتاعتنا، ملوخية اسمها ده اي ملوخيه مفرزنه، احنا كنا مخزنين عندنا في البيت، ماما الله يخليها لنا الصراحه. تمام، وهي اللي ساعدتني الفيديو ده كله. من غيرها ما نعرفش نمشي اصلا، هي اللي عليها التكات والحركات كلها. يلا بينا بقى يا باشا نروح نعمل طشه التوم الخطيره بتاعتنا. تمام، وما تستغربوش كميه السمنه. تمام، نحط حوالي من 3 ل 4 معالق كبار، وحطوا بقلب جامد ما يهمكوش. اسمه ده ملوخيه معناها سمنه بلدي. يلا بينا. وبعد كده يا باشا هنحط توم. التوم ده يا باشا مقداره قد ايه؟ مقداره في حدود راس توم متوسطة تقريبا، راس توم متوسطة الحجم مفرومة. تمام. بس وهنقعد بقى يا باشا نفتتها بالمنظر ده، ونقعد نقلبها على النار لغاية ما تحمر. تمام. بس بعد كده يا باشا هنا كنا حاسين انها محتاجه حته توم كمان، ولغايه لما تحمر والكلام ده كله. بالنسبه للمقادير بتاعه الملوخيه فهو كل بيت يظبطها براحته. تمام، لكن لو مثلا 200 جرام ملوخيه انت لازم تحط عليها الشوربه، بحيث ما تحطش الشوربه كتير جدا، يعني تحط الشوربه واحده واحده على الملوخيه، ما تحطهاش كلها مره واحده. هتقول لي اشمعنى طيب الكلام ده؟ اقول لك يا باشا عشان خاطر لو الشوربه كترت هتلاقي الملوخيه فصلت منك. تمام، ولازم يكون عينك على الملوخيه. الملوخيه اول لما تغلي تمام تطفي عليها على طول. الملوخيه اول ما تغلي تطفي عليها على طول، الملوخيه ما تغليش. تمام، هنا يا باشا كانت الملوخيه ابتدت تستوي معايا وكانت خلاص قربت تغلي. تمام، وادي هو التوم بتاعي ابتدى يحمر الحمد لله. ابتدينا بقى يا باشا نرش معلقه كبيره كزبره، معلقه كبيره كزبره، ومعلقه كبيره مليانه يعني. تمام، هتلاقوا بقى ريحه التوم مع الكزبره بقت ريحه عظمه في العظمه. تمام. وبعد كده يا باشا هنستنى لغايه لما التوم يحمر كله على بعضيه، ويبقى اللون الذهبي التحفه والريحه الجميله هتشموها وهتبقى حاجه زي العسل. بعد كده يا باشا بعد ما احنا عملنا التومة والطشة بالمنظر الحلو ده وشفنا اللون الذهبي، هننزلها بقى على الملوخية، هننزل التومة على الملوخية، لكن هنسيب شوية في الطاسة. هقول لكم ليه دلوقتي.
تمام. هنيجي بعد كده يا باشا، بعد ممكن نقلب سيكه، وبعد كده نعمل ايه؟ نعمل التش الجميله بقى، التش الجميله اللي بتغسل قلبي دي. تمام. حط بقى كده المغرفه. يا سلام على التش لما تخش قلبك فجأة. زي العسل. انا اسف على الصوت المزعج. بس انتوا لو شميتوا الريحه في المنظر ده كان لازم تغنوا يا جماعه. هي الريحه لازم تخليك تغني يعني. مش حاجه من عندي، معلش انا اسف، بس حاجه خارجه عن ارادتي يعني. بس بعد كده، بعد ما نقلب بقى، نقعد نقلب بقى طشه في التوم، ونقفل بقى يا باشا على الحله. لو تلاحظوا انا عملت تركايه مهمه جدا، لا حطيت لا ملح ولا فلفل. اللي هي الملوخيه، هتقول لي اشمعنى يا جورج ما حطيتش الكلام ده؟ اقول لك يا باشا عشان خاطر انا حطيتهم قبل كده في الشوربه. تمام. فانا مش هحط تاني. بس نبتدي بقى يا باشا نغرف الملوخيه بتاعتنا. بعد ما طفينا عليها النار نغرفها في الطواجن الفخار بقى بتاعتنا. نعمل بقى الشغل الجامد. ايوه، ايوه، ايوه كده. انزل يا ابني، انزل يا ابني، يلا رطب على قلبي، يلا على الحلاوه. يلا ننزل بقى نملى الطاجن التاني. حلنا اوريكم المنظر. استنوا استنوا استنوا. بس ادينا داخلين اهو على الحلاوه. بص يا جماعه على الجمال، وعلى الريحه اللي قلبت البيت كله، وعلى ما اظن العماره كلها. انت لو حد من جيرانك معدي هتلاقي على طول يا باشا. كلهم بيقولوا ايه الحلاوه دي. بس تسلم ايدك. لا 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 لا، تحفه تحفه يا جماعه. واللقطه دي، بص يا جدعان، شايفين العرق بتاع الملوخيه عامل ازاي؟ تمام. زي ما وريتكم في الفيديو، لو مشيتوا على الخطوات دول ما تنسوش خطوة ان عشان خاطر الملوخية ما تفصلش معاكم، ولا تزودوا الشوربة، ولا يا باشا تعمل ايه، ولا يا باشا تمسك الملوخية وتغليها اكتر من اللازم. هي غلوة واحدة بس، ما تزودش عن غلوة واحدة بس في الملوخية. ودي يا باشا بقى اللحمة الضاني بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن من غير ولا نقطة سمنة. هي كل الحاجات اللي بتلمع فيها دي يا باشا عبارة عن دهون اللحمة ذات نفسها. تحفة 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 لأبعد الحدود. بألف هنا. يلا سلام.